السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. بشكل عام أنا من الناس اللي لما بشوف الترند وبيعجبني بحسه سهل وبسيط وممكن يكون طيب، بحب إني أجربه وأعمله. اليوم عملت ترند البيج ماك تاكو، يعني من الوصفات التحفة، بيستاهل إنه يكون ترند. كتير سهل كتير بسيط، فخليكم معايا ونبدأ وصفتنا. بسم الله. بداية بدي أعمل صوص البيج ماك. أول شغلة عندي المايونيز، عندي كوب من المايونيز، 3 معالق كبار من المسترد أو الخردل، معلقة كبيرة من الكاتشب، بصلة صغيرة مقطعة كتير ناعم، ممكن تبشروها بشر، نص كوب من مخلل الخيار اللي مقطع ناعم وكمان ممكن تبشروه، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ممكن تستخدموا بابريكا عادية، نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، ومعلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، رشة من الملح. والمكون اللي هيعطيكم طعم صوص البيج ماك المظبوط اللي هو الشبت أو الجرادة الخضراء، هضيف شوية بالشكل هذا. والآن بدي أخلطهم مع بعض، وهيك صوص البيج ماك صار جاهز. الآن هغطيه وأدخله الثلاجة. كل ما عملتوه من بدري وكان بالثلاجة كل ما أعطاكم طعم أطيب، فحاولوا بالصوص إنه تعملوه من قبل بوقت. الآن عندي هذه اللحمة الكفتة، مهم جدا إنه يكون فيها شوية نسبة من الدهون وتكون ما فيش فيها أي إضافات، بس لحمة صافية. هضيف عليها ملح، فلفل أسود بس. الآن بدي أعجنهم مع بعض. بجيب خبز التورتيلا، ممكن تجيبوا كمان خبز البرجر، بس ايش تعملوا؟ تفتحوا الخبزة من النص وتعملوها بالشوكة ترفعوها، مهم انها تكون الخبزة رقيقة. فعندي هنا بعمل كورة من اللحمة وبفردها بشكل منيح فوق خبزة التورتيلا. هيك بعد ما فردت اللحمة على الخبزة، بحط القلاية على الغاز وبدي ارش شوية زيت بسيطة. بالقلاية النار بدها تكون وسط، بنزل الخبزة بالعكس بالشكل هذا. الآن بدي أقلبها على الناحية الثانية، تقريبا تاخد الوجه تبعها بس 3 دقايق، لأنه هي أصلا الطبقة كثير رقيقة. تاخد هاللون الحلو هذا. بضيف عليها قطعة من الجبنة، إما بتضيفوا جبنة موتزاريلا مبشورة أو تشيدر أو أي نوع جبنة أنتوا حابينه، وبهدي النار تماما وبغطي القلاية. بس بدي من تحت تتحمر هيك الخبزة بشكل بسيط. هيك تمام، برفع الخبزة خلاص، وبدي أضيف الإضافات التانية كلها عليها. بضيف خس، خلل خيار، إذا حبيتوا كمان تضيفوا بصل، هو في الصوص كمان موجود بصل لكن كمان إضافته طيبة. وبدي أضيف صوص البيج ماك اللي عملناه، كتروا صوص لأنه كتير طيب. وبلفها بالشكل هذا، تكون هذا الشكل. شوفوا لي هالمنظر. وهيك بنكون عملنا مع بعض وصفة البيج ماك تاكو، وصفة كتير بسيطة وكتير طيبة، تستحق انه تجربوها. يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل اشي جديد بعمله، وبشكركم كتير على متابعتكم. حياكم الله.